ان شاء الله باذن الله يا شباب هنعمل كورس كامل عن شرح استوديو اليوتيوب. يعني هنعمل قائمة تشغيل ونحط فيها كل الحلقات ان شاء الله. يعني مثلا يكون الحلقة الاولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة لشرح استوديو اليوتيوب. ولكن النهاردة ان شاء الله بقى هنبدأ في اول حلقة، وهي خاصة بلوحة بيانات الخاصة بالقناة. يعني هنشرح اول حاجة في استوديو اليوتيوب. لما بتيجي تدخل استوديو اليوتيوب بتظهر معاك لوحة البيانات. لوحة البيانات الخاصة بالقناة دي هنبدأ نشرحها في أول حلقة بإذن الله زي ما انتم شايفين. وإن شاء الله هنبدأ نشرح بعد كده المحتوى، قوائم التشغيل والإحصاءات والتعليقات وكل حاجة تخص إن شاء الله استوديو اليوتيوب. وإن شاء الله كله هيكون بإذن الله شرح سهل وبسيط جدا. لو حضرتك مهتم بالربح باليوتيوب وعايز تفهم استوديو اليوتيوب، لأن الاستوديو اليوتيوب ده مهم جدا، فأنت كمنشئ محتوى لازم تكون فاهم كل حاجة فيه. فإن شاء الله أول حلقة هنبدأها النهاردة عن لوحة البيانات الخاصة بالقناة في أول الكورس بتاعنا. طيب، أول حاجة هتكون داخل على لوحة البيانات الخاصة بالقناة. تمام. طبعا اول حاجه انت هتشوفها ديت موجوده عندي، دي اداه فيد اي كيو، احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. وان شاء الله هتلاقي الرابط بتاعها او الفيديو ظاهر هنا في علامه الاي ان شاء الله. فانت هتضغط عليه وتفهم يعني ايه اداه فيد اي كيو. تمام. الاداه ديت خاصه بالكلمات المفتاحيه. تمام. دي هتكون اداه عاديه انت بتبدا تثبتها على المتصفح بتاعك عشان تجيب اكثر كلمات منتشرة، وبيبدأ يرفع معاك الكلمات، وانت عفوا بيبدأ يرفع معاك النسبة بتاعتها. تمام. لحد ما بتعلي النسبة بتاعتها بيبقى الكلمات أشد وأكثر بحثا عليها يعني. تمام. طيب، دي بالنسبة خاصة بأداة بيت اي كيو. وزي ما قلت لك الفيديو برضو هخلي أحط لك الفيديو إن شاء الله في شاشة النهاية، وباذن الله برضه هسيب لك رابط الفيديو ان شاء الله في الديسكربشن. تمام. اول حاجه طبعا احنا بيقول لك لوحه البيانات الخاصه بالقناه. هنا اداء الفيديو الاخير. لو حضرتك عملت بث مباشر او رفعت فيديو فبيظهر هنا اخر فيديو، بقى بيظهر هنا سواء زي ما قلنا البث المباشر او رفعت فيديو. تمام. لو نزلنا تحت هنا هتلاقي هنا بيقول لك ترتيب الفيديو حسب المشاهده من واحد من اصل 10. هنا جايب لك فيديو رقم 1 جايب لك 19 مشاهدة، رقم 2 جايب لي 16، رقم 3 جايب لي 14، رقم 3 برضو تاني جايب لي 14 عشان الاثنين 14 و14 فهم اتحطوا في رقم 1. تمام. 4 جايب لي 13، 5 جايب لي 11، 6 جايب لي 10، 7 جايب لي 7، 8 جايب لي 5، 9 جايب لي 4 مشاهدات. انتوا فهمتوا القصه ايه؟ يعني هو بيقول لك ترتيب الفيديو على حسب المشاهده، يعني المشاهده الاعلى بتبدا تنزل معاك الاعلى بانخفاض انخفاض 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 لحد ما توصل للاسفل، اسفل العشرة. يبقى انت كده يعني من الاعلى للاسفل بيكون اعلى حاجه المشاهدات العاليه، بعد كده بتنزل بانخفاض. تمام. ده اول حاجه. بعد كده عدد المشاهدات هنا 19 مشاهده، اللي هو بيجيب لك عدد المشاهدات 19 مشاهده او 1000 مشاهده او 2000 او مليون او ايا كان. تمام. هنا يا شباب نسبه النقل الى مرات الظهور 5.8%. تمام. دي الناس اللي هي ضغطت على الصوره المصغره بتاعت الفيديو وفتحت الفيديو واتفرجت على الفيديو. 5.8 من 10 الناس اللي هي ظهر عندهم الفيديو فضغطوا على الفيديو. 5%، 5.8 دول اللي ضغطوا على الفيديو وشافوا الفيديو واتفرجوا على الفيديو بتاعك. وبرضو احنا هنشرح الحاجات دي كلها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله في الكورس. تمام. هنا بيقول لك متوسط مدة المشاهدة 1.5. تمام. يعني دقيقة و5 ثواني متوسط مدة المشاهدة الناس اتفرجت عليك. هنا بيقول لك انتقل إلى الإحصائيات الفيديو. لو أنت عايز تدخل على إحصائيات الفيديو هتضغط عليه كده هيبدأ يفتح لك الإحصائيات بتاعت الفيديو كامل. تمام. هنبدأ نرجع كده. هنا بيقول لك اطلاع على التعليقات. الفيديو ده لو جاله تعليقات، هو بيقول لك 4 تعليقات موجودين هنا. لو ضغطت على الفيديو الأخير ده اللي هو ده آخر فيديو هتلاقيه جايب لك 4 تعليقات، منهم تعليقين بتوعي ومنهم تعليقات ناس تانية. تمام. هتبدأ ترجع وهتبدأ تنزل للفيديوهات المنشورة. دي الفيديوهات المنشورة على اليوتيوب. تمام. ولكن انت مش ال4 فيديوهات دول منشورة، القناة فيها اكتر من
داخله في يجي في 350 او داخله في 400 فيديو، تمام تقريبا. فهنا بيقول لك الفيديوهات المنشوره، فهو بيجيب لك ملخص. طيب لو انت عايز بقى تشوف الفيديوهات المنشوره كلها، تضغط هنا انتقل الى الفيديوهات، هيبدا يدخلك على الفيديوهات اللي على المحتوى كله، وتبدا تقلب كعادي مفيش اي مشكله. ولكن دي برضو المحتوى ده احنا هنشرحه ان شاء الله في الفيديو القادم، تمام. بعد كده هتبدأ تنزل هنا بقول لك احداث المشاركات. المشاركات طبعا اللي احنا قلناها مشاركات من خلال قسم المنتدى، بتبدأ تحط صورك، بتبدأ تحط فيديوهات ليك، بتبدأ تحط روابط فيديو. انا حاطط رابط فيديو هنا في قسم المنتدى، تمام. فاخر فيديو طبعا هو بيجي لي، انا حاطط فيديوهات كتير في قسم المنتدى، ولكن هو بيجيب لي اخر فيديو انا حطيته في قسم المنتدى بيظهر هنا، او اخر صورة انا حطيتها في قسم المنتدى بتبدأ تظهر هنا، وبيجيب لك عدد المعجبين بتاعه وعدد التعليقات بتاعتها. لو انت عايز تنتقل لعلامة التبويب المنتدى، لو انت عايز تروح للمنتدى هتبدأ تضغط عليه كده، هيبدأ يفتح معاك المنتدى، وهتبص هتلاقي اخر فيديوهات انت، الفيديوهات دي كلها موجودة هي على المنتدى. ولكن هي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ده اخر دي الفيديوهات اللي موجوده على المنتدى. لو انت عايز تنتقل للمنتدى يعني هو بيجيب لك ملخص على لوحه البيانات، تمام. بعد كده نطلع تاني، هنا بيجيب لك احصاءات حول القناه. المشتركين الحاليون، المشتركين الحاليون هتلاقيهم عندي انا 3129، تمام. لو حضرتك عندك مشتركين مثلا 2000 3 10 20 مليون 2 مليون، هتلاقي الرقم ده مكتوب هنا. هنا بيقول لك المشتركين اللي زادوا في اخر 28 يوم 56 مشترك. انت بقى ممكن يكون عندك 1000 مشترك، 2000 مشترك زادوا في اخر 28 يوم. هنا بيقول لك ملخص اخر 28 يوم، عدد المشاهدات هنا جايب لي 19500، انا كانت عاليه بدات تهبط كده جامد. وقت المشاهده بالساعات 622 ساعه. ارباحك المقدره، المفروض انا ما عرضتش ارباح المقدره عشان ده مخالف، ولكن انا حبيت اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. ارباحك المقدره زي ما انتم شايفين هتلاقيها 10 81 سنت، تمام. الفيديوهات الافضل اداء، تمام. الفيديوهات الافضل اداء اللي هي الفيديوهات الافضل اداء اللي هي افضل مشاهدات او اكتر مشاهدات جت على الفيديوهات، هتلاقي هنا في فيديوهات اكتر مشاهدات جت عليها، تمام. لو انت عايز تنتقل لاحصائيات القناه تضغط عليها، هيبدا ينقلك للاحصائيات بتاعه القناه، تمام. هنرجع تاني، هنا بقول لك احدث التعليقات يعني اخر تعليقات تم تعليقها، تمام. هتلاقيها التعليقات اهي موجوده، دي كلها تعليقات زي ما انتم شايفين. لو انت بقى عايز تنتقل الى قسم التعليقات هتضغط كده عرض المزيد، تمام. عرض المزيد هيبدا يدخلك على قسم التعليقات والكلام ده كله، تمام. آه بعد كده هتلاقي المشتركين الحاليون اخر 90 يوم، دي كلها المشتركين الحاليون اخر 90 يوم. لو عايز تعرض هتبدا تضغط كده، هتلاقي هنا بيقول لك المشتركين الحاليون اخر 90 يوم. لو انت عايز بقى تجيبها اخر 7 ايام، تجيبها اخر 8 اخر 28 يوم، مفيش مشكله تجيبها اخر 90 يوم او اخر منذ تاريخ التحميل والكلام ده. هنا بيقول لك عدد الصفوف في كل صفحه 10 صفوف، زي ما انتم شايفين كده 10 صفوف اهو، تمام. لو ضغطت على السهم كده هنا بيقول لك 10، هنا 30، هنا 50، تمام. هنا بيقول لك من 1 ل 10 من الصفحات، يعني 10 من 1 ل 10 الصفحات. يعني انت هتقلب كده هتبدأ تجيب، لو عندك مشتركين كتير هتقعد تقلب كده وتجيب الصفحات بتاعتهم، تمام. بعد كده هتلاقي حاجة هنا اسمها أفكار مخصصة لك، تمام. أفكار مخصصة لك يعني هنا بيجيب لك أفكار، وهنا في المكان ده ممكن يجيب لك أفكار مخصصة لك، ممكن يجيب لك إشعارات، تضغط على الإشعار يروح محولك في مكان معين في استوديو اليوتيوب عشان تعمل التحديث ده أو الميزة ديت، تمام. أيا كان يعني هنا بيجي لك في القسم ده الإشعارات بقى اللي هي خاصة باليوتيوب، أو في حاجة، أو في حاجة في مركز المساعدة، أو في مشاكل. يعني أنا لو ضغطت كده ابدأ، تمام، هيبدأ يدخلنا على مساعدة يوتيوب. فهنا بيقول لي بيقدم لي نصائح حول تحسين فرص العثور على الفيديو، تمام. هنا بيدخلني على المساعدة زي ما انت شايفين، وتبدأ بقى تشوف بقى الأفكار بقى وتعملها وتحاول تنفذها عشان فيديوهاتك يتم العثور عليه، تمام. زي ما انت شايف هنا ممكن يجي لك اشعار يقول لك اضغط هنا على الاشعار، تضغط عليه يبدا يقول لك سجل في حاجه في اليوتيوب، او تضغط عليه يبدا يحولك على اي مكان او اي قسم من الاقسام بتاعت اليوتيوب عشان تبدا تعدل عليها. هنا بقول لك
مشاكل معروفة على اليوتيوب. لو ضغطت عليها كده هتلاقي في ناس برضو يدخلك مساعدة يوتيوب، ويبدأ يدخلك يقول لك ان في مثلا مشاكل هنا في او حاجة هنا معينة، او في ناس بتكتب مشاكل هنا وعايزة حلها. فانت ممكن ايه تبدأ تشوف المشاكل ايه. لو انت عارف حلها ممكن تكتب لهم هنا، تحط لهم رابط للفيديو بتاعك الناس تشوف وتستفاد منه، فانت بالتالي كسبت مشاهدات وكسبت مشتركين ان شاء الله. فهي زي كده بالظبط يعني. تمام. دي المكان زي ما قلنا اللي هو بتاع الاشعارات والمشاكل والكلام ده. ممكن يجي لك اخر اخبار اليوتيوب فانت تضغط على اخر اخبار. يعني المكان ده قسم للاشعارات، ساعات بيحولك ويوديك نصائح ويديك اخبار، وساعات بيحولك ان انت تعدل حاجه في استوديو اليوتيوب. ده كان شرحنا النهارده اول حلقه في كورس استوديو اليوتيوب، شرح استوديو اليوتيوب، لوحه البيانات الخاصه بالقناه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.